لقد تمكنت قواتنا المسلحة من عبور مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية للقناة بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. والمنطقة في وحوش عليها مهابة. في 28 سبتمبر 1970 مرت مصر بيوم من الأيام الفارقة في حياة شعبها بسبب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، عشان يسيب للرئيس اللي هيجي بعده مهمة استرداد سيناء اللي تم الاستيلاء عليها سنة 1967. ولما جه الرئيس محمد أنور السادات كان مستعد يكمل اللي بدأه الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن كان على يقين انك لو أعلنت الحرب في الوقت ده انت كده بتعلن الحرب على نفسك مش على العدو، لأن معنويات الجيش في الوقت ده كانت في الأرض ومعدات التسليح لا تضاهي جيش العدو. وعشان كده كان الحل في خطة الدفاع الاستراتيجي لعبة بص كده العصفورة. وفي الوقت اللي كانت بتتنفذ فيه خطة الدفاع الاستراتيجي اتولى إعادة بناء الجيش الفريق سعد الدين الشاذلي، وبدأت الخطة بتسريب معلومات بتقول إن مصر الفترة الجاية هتقوم بمناورات عسكرية ومفيش أي نية للحرب. وعشان بقى نثبت لكم حسن النية بدأت تسجيل أسماء الضباط اللي عايزين يسافروا للعمرة، وعشان بقى يقدروا ينقلوا المعدات التقيلة زي الدبابات على الجبهة نقلوا ورش الصيانة والتصليح للخطوط الأولى على الجبهة. فبقى من الطبيعي جدا نقل الدبابات والمدرعات للخطوط الأولى على الجبهة بحجة إن بيتعمل لها صيانة، ولا يعني نسيبها من غير صيانة. وقاموا مسربين خبر إن أمطار الشتاء غرقت كل صوامع القمح عشان يقدروا يستوردوا كميات كبيرة من القمح ويخزنوها استعدادا للحرب. وعشان يقدروا بقى يخلوا المستشفيات تحسبا لحالات الطوارئ قاموا شايلين ضابط طبيب من الخدمة ومعينينه في مستشفى الدمرداش عشان بقدرة قادر الطبيب ده يكتشف ميكروب في المستشفى ويطلب إخلاء المستشفى من المرضى عشان التعقيم. وبعدها بيوم تطلع جريدة الأهرام وتعلن الخبر وقد إيه هي خايفة إن يكون الميكروب ده اتنقل لباقي المستشفيات، فيطلع قرار بإخلاء باقي المستشفيات وتعقيمها. والمفروض بقى إن قبل الحرب بيوم بتتفتح حقول الألغام عشان القوات تعبر منها، فجت الأوامر قبل الحرب ب3 أسابيع افتحوا الحقول. فالعدو على الناحية التانية شايفنا عايز يقول لنا ها هتهجموا ولا إيه؟ فنرجع إحنا بعد شوية نقوم قافلينها ونرجع نفتحها ونرجع نقفلها تاني لغاية ما تروشوا وقالوا لك بس دول أكيد بيغيروها عشان قديمة، عشان لما نرجع نفتحها تاني قبل الحرب يبقى الموضوع طبيعي. وطبعا ما نقدرش ننكر الفضل العنصر والمفاجأة، واختيار الوقت المناسب كان مهم جدا. وعشان كده كان الوقت ده عيد اسمه عيد الغفران اللي بيتقفل فيه المصالح الحكومية ومنها الإذاعة والتلفزيون. ويوم 6 أكتوبر 1973 استعدت القوات المصرية لعبور القناة بقيادة الجيش الثاني الميداني اللي كان بقيادة اللواء سعد مأمون، والجيش الثالث اللي كان بقيادة اللواء عبد المنعم واصل، عشان تبدأ تنفيذ الخطة بدر اللي كان هدفها تحرير الضفة الشرقية لقناة السويس والاستيلاء على خط بارليف. وطبعا كلنا عارفين ان قناة السويس هي كانت الخط الفاصل بين الجيش المصري على الضفة الغربية وجيش العدو على الضفة الشرقية، عشان الساعة 2 بعد الظهر يبدأ الهجوم عن طريق 220 طيارة مصرية من طراز مقاتلات ميج 21 اللي استهدفت عمق سيناء وحصون خط بارليف، واستهدفت المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والأعاقة الإلكترونية، وحققت 95% من أهدافها. عشان يوم 14 أكتوبر تحصل واحدة من أعظم المعارك الجوية، معركة المنصورة الجوية اللي استمرت لمدة 53 دقيقة واللي اتصنفت ضمن أكبر المعارك الجوية من حيث عدد الطائرات المشاركة وأطولها من حيث الفترة الزمنية، واللي اتصدت لهجوم طائرات العدو اللي كان هدفها تدمير قواعد الطائرات المصرية في المنصورة. وعشان كده بقى يوم 14 أكتوبر عيد سنوي للقوات الجوية المصرية، عشان بعدها تبدأ المدفعية بتمهيد نيراني جديد استمر لمدة 55 دقيقة عشان تأمن للمشاة العبور. وبالفعل بدأت أول دفعة من القوات البرية تعبر القناة وتحطيم خط بارليف،
وتوغلت 20 كيلومتر شرقا داخل سيناء. ولكن يوم 17 أكتوبر قدر جيش العدو يعبر منطقة الدفرسوار بثلاث فرق مدرعة، واللي اتعرفت بعد كده بثغرة الدفرسوار. وفي يوم 22 أكتوبر صدر قرار بوقف إطلاق النار، ولكن جيش العدو ما التزمش بالقرار ده، وحاولوا انهم يدخلوا مدينة الإسماعيلية، ولكن بتنتهي المحاولة بالفشل. عشان يجي يوم 23 ويصدر قرار بتأكيد وقف إطلاق النار، وبرضه جيش العدو ما يلتزمش ويحاول ان هو يدخل مدينة السويس، ولكن بقى أبطال السويس نصبوا كماين لجيش العدو، وبرضه انتهت المحاولة بالفشل. عشان تبدأ بعدها مباحثات الكيلو 101، وفي يوم 28 أكتوبر بيتم وقف إطلاق النار فعليا بعد انتصار الجيش المصري، وانتهت الحرب برفع العلم المصري وإعلان السيادة الكاملة على قناة السويس. وبدأت بعدها المفاوضات لحد 17 سبتمبر 1978 وتوقيع معاهدة كامب ديفيد، والاتفاق على ان جيش العدو يشيل بقى كل مستعمراته ومطاراته ومحطات الانذار بتاعته من سيناء ويرجع تاني لحدوده، ولو في اي خلاف على حتة صغيرة يبقى الخلاف ده قدام المحكمة الدولية واللي هتحكم بيه هيتنفذ. وفعلا ده اللي حصل عشان يخرج اخر جندي من جيش العدو يوم 25 ابريل 1982 ويتم تسليم طابة سنة 1989 عن طريق التحكيم الدولي.